الجراحة بالمنظار أو الجراحة ذات الوصول المحدود، والتي تعرف بشكل عامي جدا بجراحة الثقب المفتاحي، هي الممارسة الأكثر شيوعا في هذه الأيام. أيام الجراحة المفتوحة قد ولت، والجراحة بالمنظار قد تفوقت على الجراحة المفتوحة بطرق عديدة. تقريبا كل عملية جراحية أخرى مثل خصوات المرارة، الفتق، وحتى الالتصاقات، ولم لا حتى الأورام الخبيثة يمكن التعامل معها عبر الجراحة بالمنظار. لذا السبب في أن هذه الجراحة قد تفوقت على الجراحة المفتوحة هو بسبب فوائدها المتعددة. إذا نظرنا إلى فوائد جراحة الثقب المفتاحي، فهي تتمثل بشكل رئيسي في الإقامة المحدودة في المستشفى، حيث يمكن للمريض الخروج في غضون يوم أو يومين بعد العملية، بينما في الجراحة المفتوحة قد يستغرق الأمر حتى 4 إلى 5 أيام أو حتى أحياناً إقامة لمدة أسبوع في المستشفى. الميزة الثانية هي العودة السريعة إلى العمل، حيث يمكن للمريض في أقل من أسبوع بعد الخروج من المستشفى أن يستأنف أنشطته اليومية العادية، بينما يكون ذلك أطول قليلاً عندما يتعلق الأمر بالجراحات المفتوحة. النقطة الثالثة هي أن معدلات العدوى بعد العملية تكون أقل بكثير في جراحة المنظار مقارنة بالجراحة المفتوحة. وأخيراً، نظراً لأن الشقوق صغيرة جداً، فإن الشفاء يكون أسرع. أيضاً، كيف نقوم بهذه الجراحة بالمنظار أو الجراحة ذات الوصول المحدود؟ هو نفس الإجراء أياً كان ما يتم في التقنية المفتوحة يتم أيضاً في جراحة المنظار، لكن الفرق الوحيد هو من خلال شقوق صغيرة جداً في البطن بدلاً من ندبة كبيرة في منتصف البطن أو ندبة كبيرة في الجزء السفلي من منتصف البطن. لذلك هذا في الواقع يسرع عملية الشفاء وكل جانب من جوانب التعافي. التحدي الوحيد هنا هو مستوى المهارة في جراحة المنظار. إنها مهارة تحتاج إلى ممارسة وتعلم